أهلا بيكم في حكايات مصرية. القصة المرة دي قصة واحدة كانت متجوزة وسعيدة في حياتها جدا. جوزها كان بيشتغل قهوجي، كان عنده قهوة وكان بيكسب كويس جدا، مخلفة منه عيلين وعايشة في حياتها مبسوطة مستقرة و... و... والمهم بس هو كان فيه مشكلة كبيرة، ان هو كان بيشرب مخدرات. المخدرات دي كان بيفكر انها بتساعده جنسيا، بالعكس هي كانت بتدمره. المهم عاش معاها ولدين بيكبروا، وهو بدأ يبقى عايش معاها كأنهم اخوات. هو المخدرات عدمته جنسيا، مبقاش قادر يقابل مراته ويعيش مع العيشة الطبيعية، العلاقة الحميمة اللي هي بين أي زوج وزوجة. ف3 سنين وهو مفيش بينهم أي علاقة. طبعا هو نفسه حس بإيه، بإن في حاجة غلط، هو مش قادر. طب يعمل إيه؟ الست دي كان اسمها سعاد. لا بص يا سعاد، دلوقتي أنا عارف إن إحنا علاقتنا دلوقتي بدأت تبقى متجوزين على الورق مش أكتر. طيب أنا أعمل إيه؟ خليكي مكاني، قولي لي أعمل إيه؟ أنا بحب بيتي وبحب عيالي. قالت له بص، أنا عن نفسي مش عايزة حاجة. قال لها طب بصي أنا عندي اقتراح. قال لي إيه؟ لا أنا هطلقك، بس هبقى إيه؟ هطلقك على أساس إن أنا بيني وبينك أنت طلقة، على أساس إن أنت ترتبطي بحد تاني، بس الحد التاني ده نكون إحنا عارفينه، يكون كويس، ياخد باله منك ومن الولاد، وأنا هصرف عليهم عادي خالص. الكلام ده هيكون في السر محدش عارفه. هي وجهت اختيارها على مين بقى؟ على جارها اللي ساكن قدامها. جارها ده كان اسمه ايه؟ عدوي. عدوي كان متجوز واحده ست، الست دي تخينه قوي، هو كان من القريه، والست دي تخينه قوي ومخلفه له 7 عيال. 7 عيال، وكل سنه عيل كل سنه عيل. وهي ست تخينه، هي دمها خفيف قوي لكن وحشه. وسعاد دي كانت جميله جدا، جمال الدنيا فيها. كانت بتيجي تخش لايه، لمرات عدوي، مصاحباها وقاعده معاها هي وعدوي. وايه الصبح جوزها طبعا بيخرج، وهي تخش تقعد معاهم شويه، والعيال في المدرسه هي قاعده معاهم، وكل ما تخش عليهم تلاقيهم خارجين من الحمام، وهي يعني محرومه. تعمل ايه؟ نصبت شباكها كله على عدوي ده، قالت هو ده اللي انا عايزاه. المهم طبعا مرات عدوي كانت بتخش تطبخ، تاكل، بترضع العيال، مش عارف ايه. المهم في النهايه بدات تحكي له، قالت له يا عدوي انا بالنسبه لي حكايتي كذا 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 كذا، وانا عايز اتجوز، انا اعتبر مطلقه، وعايزه حد اتجوزه في السر، ويبقى ايه، يبقى هو ده اللي جوزي، وانا واقع الاختيار عليك بصراحه. لا ما انت عارفه ان انا عندي 7 عيال، انا صحيح معجب بيكي لان انت جميله، ولكن انا ولادي هوديهم فين؟ قلت له خلي كل حاجه زي ما هي، وكل ده هيبقى في السر مش هنقول لحد. قال لها ازاي يعني هيبقى في السر؟ قلت له محدش هيعرف، وده بيني وبينك، ونكتب ورقه عرفي ان انا اللي متجوزك عشان ما بقاش حرام. المهم هو كتب الورقه دي ووريته يوم من اجمل يوم في حياته. هو كان محروم من الجمال، هي كانت جميله، ودخلته عندها بقى. طبعا هي قاعده هي وهو لوحدهم، واللي ايه وبدات دورت مزيكا ونزلت رقص ورقص، وايه كان يوم الدخله بقى، وخليته عاش يوم غير مراته التخينه دي اللي بتنام له زي القتيله. المهم هو
بدأ يحبها. هو كان بيحبها، معجب بيها من الأول. قال لك لا، ده الحب ده هيدمر حياتي أنا وولادي. أنا معايا 7 عيال، مش معايا عيل ولا 2. مراتي مهما كانت وحشة ولا حلوة هي مراتي وأم ولادي. قال لها بصي يا سعاد، اللي بينا ده لازم ينتهي. الورقة دي هنقطعها، وأنا شوفي لك حد تاني، أنا مش هقدر أعمل الكلام ده. قلت له ازاي؟ ده أنا بحبك وأنا حبيتك وأنا. المهم قال لها أنت حرة، حبي زي ما أنت عايزة، لكن أنا لازم أبقى على بيتي. قلت له وأنا جيت جنب بيتك؟ قال لها لا. أيوه جيت جنبه من غير ما تحسي. المهم فوجئت في يوم من الأيام نامت وقامت ما لقيتش عدوى في البيت هناك. عزل، راح مكان تاني عشان يجري منها، يجري من حب كان هيدمر حياته. المهم فضلت بقى ايه تلف وتدور لغايه لما عرفت مكانه. كده برضو يا خاين، عشان حبيتك بتجري مني. قال لها بصي، لو جيتي ورايا تاني انا هسيب البلد كلها. طب ليه؟ انا عملت لك ايه؟ انت ما عملتش حاجه، انت كنت هتدمري بيتي لان انا حبيتك فعلا، وانا ما اقدرش عشان اساس انا بحبك ان انا 7 عيال ادمرهم عشان خاطرك. المهم في النهايه لا، مفيش فايده منها، ساب البلد كلها ورجع بلده. وايه؟ وعشان يقطع العلاقه بينها وبينه. دي كانت قصه الزوجه اللي كانت زوجه مع جوزها بس على الورق. والقصه دي بنستفيد منها ايه؟ ان المخدرات بتدمر الحياه، اي حياه الناس. هي المخدرات بتاع جوزها الاولاني اللي هو صاحب القهوه دمرته، خلته مبقاش قادر يتعايش مع مراته ومع بيته. ودي قصه بتبين لنا ان الانسان يبعد عن المخدرات بقدر الامكان وما يقربش منها، لان الحاجات دي مدمره للصحه وللحياه.